بشرى بشرى للناس اللي هي عندها خشونه ايا كان بقى، هنتكلم بقى ركب، فخد، كتف. انا اول ما جات لي الرساله دي او الدراسه دي انا قلت لازم اعمل الفيديو ده ونحتفل مع بعض. الناس اللي عندها خشونه تسمع عن حاجه اسمها الزومبي، خلايا الزومبي. تعال نشوف. حاول بقى تسمع الفيديو ده كويس وتحاول تشيره ودعمنا بالفولو واللايك. لما بنكبر في السن دايما فشيء طبيعي عندنا خلايا عندنا بتموت في اي حته، فعندنا في مفاصل، في الغضاريف وهكذا. بعد كده اللي بيحصل يجي جهاز المناعه بتاعك بيجي يدي اوردر شيلوا الميتين، فبتيجي خلايا معينه تشيل الخلايا الميته دي. تمام. لما بنكبر في السن ان المناعه بتاعتنا مش قوي. تمام. ايه اللي بيحصل؟ في جزء من الميتين دول ما بيتشالش، في خلايا ميته بتفضل في مكانها فين؟ مثلا في المفاصل، في الغضاريف، في العضلات وهكذا. ايه اللي بيحصل بقى؟ الخلايا دي لما بتفضل ميتة في مكانها بتؤدي الى هيجان، التهابات، وتآكل. تمام. فكده العقل، الناس العلماء اللي شاربين كوبايه شاي حلوه جاوا فكروا، قال لك طب ما انا ممكن اوقف الخشونه دي ازاي؟ ان انا اشيل الخلايا الميته دي. فعاملين دواء، تمام، او عباره عن حقنه بتتاخد في المفصل، وبفايده الماده دي بان هي بتشيل كل الخلايا الزومبي دي. ولقوا انه في ناس استفادت كتيره جدا بنسبه من 40 ل 60%. تمام. فده بس حاولت ابشركم عشان بعد كده ان شاء الله اجيب لكم اسم المنتج، وهل نزل بختم من بتاع هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه ولا لا، اللي هي FDA ولا لا، واقول لكم كمان في انهي متواجد في اي، واهم حاجه طبعا سعره كام. شير فيديو لعل غيرك يستفيد.